للنائب مقر محمد الشيخ محمد فاضل. شكرا سيد الرئيس. أنا أرحب أيضا بمعالي الوزير وأرحب بالوفد الكريم المرافق، زملاء وإخوة أعزاء، مرحب بكم جدا. معالي الوزير، أكبر قضية مطروحة ضرك في الدبلوماسية بكل أسف هي قضية محزنة، قضية مؤلمة، قضية صعيبة جدا، وهي قتل المواطنين الموريتانيين على حدودنا الشمالية. معالي الوزير، المواطن العادي وإحنا نايبين عنه وانتم اللي مسؤولين عن القضية، السؤال المطروح: شنو هي قيمة المواطن عند الدولة الموريتانية؟ وشنو هي قيمة علاقة حسن الجوار والأخوة بين دولتين كيف نحن والمغرب؟ وشنو هي قيمة ان العلاقة تعود لها مردودية على المواطن العادي؟ ها هو محل السؤال. إلين يعود مواطن ماشي حاجز بطيار وعنده الأموال وماشي يرتاح في دولة، لكن ما مجربة في حسن العلاقة، لكن عنده عائد على الدولة القيسة. ولين يعود مواطن عنده تجارة من إحدى الدولتين ماشي عدل في الدولة الأخرى، ما تنقاس به حسن العلاقة ولا حسن الجوار، لكن قاس به العائد والمردودية والاقتصادية. هو اللي أنت ينتاج على قيمة العلاقة بين دولتين إلين يخلق شيء ذنبته، إلين يمتسوا الأرواح. المساس بالأرواح معالي الوزير ما تلو راشي، هي الحروب عبر التاريخ تخلق على بقرة لا هي تشرب، والله على ناقة لا هي تشرب وخبطها حد من الطرف الآخر تخلق حرب. فما بالك معالي الوزير بقتل المواطنين اللي عاد مولي روتيني، هو ما ثلاث حادثة معزولة، هو عاد لا المواطن اللي يضيع في حدود ما هي مرسومة أصلا، هي حدود نحن في الشمال ما هي مرسومة. ضيف على ذلك اللي نحن كدولة موريتانية المعترفين به في الحدود الشمالية، ما هو المغرب احنا المعترفين به الصحراء، معترفة به الدولة الموريتانية. الدولة الموريتانية معترفة رسميا بالجمهورية الصحراوية، وبالتالي الحدود الشمالية اللي انكتروا فيها مواطنين الدولة كاتلتهم ما هي كاتلتهم في ترابها هي بالنسبة لنا، كاتلتهم في تراب دولة ثالثة ما هي هم ولا هي نحن. وها عملية خطيرة والسكات عليها خطير، وذا الطاري فيها هم اللي ما فهمتوا. احنا قط خالق سياسي مغربي قال كلمة خاسرة الموريتان، تنقل رئيس وزراء المغربي وحكومته شرب وادي موريتان لياك يعتذروا عن ذيك الكلمة اللي قال سياسي مغربي. حادثة اللي مشى فيها رئيس الوزراء المغربي قايس تيرس، وذيك البلد اللي كان فيها رئيسنا ذيك الساعة من تيرس، قلت قاع ما هي حدود موريتان اللي شاكينهم. وبالتالي معالي الوزير قتل المواطنين الموريتانيين والسكوت عنه من طرف الحكومة ما هي قد صح. لا بد نعودوا عندنا ردة فعل، ولا بد تعودوا عندنا ردة فعل. أولا تصين دماء الموريتانيين، لأنه أولا كانوا يتحجج به التعدين، هم التعدين دمهم ما هو رخيص ما يخلى. القتل الأخير في المنمي، أين تعاد حدود موريتان فطراف كاملين يقتل فيها منمي. المراعي مشتركة بين الناس كامل، وها معروف تاريخيا. ولا يقد يعودوا الموريتانيين ينكتروا والحكومة ساكتة دائرة الوضع الصامت، ما في بيان، ما في حركة، ما في استدعاء لسفير الدولة لتقتل مواطنينا، ما فيش. هذا يضعكم أمام مسؤوليتكم، يضع نظامكم أمام مسؤوليته. وإذا مولي تاريخيا ما يقدر نسكت إيه، وإحنا سكتنا اليوم على مواطنين ينكتروا، معناها أن الصبح ذاك اللي سكتوا عليه ما نعرفوا شنو، ولا استدراج في عملية السكوت. وبالتالي دوركم معالي الوزير ودور قطاعكم المواطن وملي والنواب وكل حد معني بالقضيه يسوى عن شنو هو قاع قيمه الانفاق على الدبلوماسيه، وشنو هي قيمه العلاقه الصالحه، وشنو هي قيمه علاقه الجوار. ان يعود المواطنين ينكتروا ولا قاع يمحس. قتل الناس معالي الوزير السكوت عنه ما هو مقبول من طرفكم، ما هو مقبول من طرف حكومتكم، ما هو مقبول. ويلا يعالج. النقطه الثانيه معالي الوزير لا نتحدث عنها ايضا في ما يخص قطاعكم، هي عملية، هي طلب انه المرسوم اللي ينظم الجوازات الدبلوماسية